السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفيديو ده أنا مسجله للإخوة اللي بيتابعوني على اليوتيوب. أنا طبعا أشكر الجميع وتحياتي ليكم وأتشرف بيكم على قناتي على اليوتيوب. الأخ العزيز المحترم اللي دخل بيعلق بيقول: هل يجوز جذب العملاء أو العملاء اللي بيتابعوني أو المشتركين عندي بالقرآن؟ طبعا أنا أحب أقول لك، أنا طبعا تابعت مع التعليق بتاعك ورديت. أحب أقول لك إن القرآن شرف ويزين حامل القرآن ويزين كل مكان يكون فيه، لأن هذا كلام الله سبحانه وتعالى. فالقرآن ليس للجذب العملاء أو طبعا يعني أحب أقول إن هو القرآن يتبارك به، بس طبعا القرآن للعمل مش للتعليق أو لشيء. أنا طبعا أحترم رأيك، بس القرآن اللي بيتخذ القرآن في محتواه ليس هذا لجذب الانتباه أو لشيء أو ليزداد عدد المشاهدين أو المتابعين أو المشتركين. القرآن طبعا فوق كل شيء، فوق كل شيء، في كل شيء وكل مال وكل أي شيء، لأن القرآن سبحانه وتعالى ده كلام الله سبحانه وتعالى وليس مخلوق كما يقولون، وكما عذب من أجله أحمد بن حنبل رضي الله عنه وجزاه الله عنا خيرا. فأحب أقول للأخ العزيز إن الجذب ما يكونش بالقرآن فقط، إنما بالكلام الطيب وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يكونش جذب للعملاء أو التعاطف، إن العميل يشهد أو يشاهد المحتوى لأجل إن صاحب المحتوى بينزل قرآن. ده القرآن ده شرف وزينة وكل شيء يتبارك به الإنسان في حياته وفي آخرته. وأنا الحمد لله بفضل الله إن أنت شايف كما شايفين كده إن أنا أصلا راجل ملتزم الحمد لله وحامل القرآن. وأنا طبعا لا أحب أن يكون محتواي يكون فيه أغاني. طبعا في شيء طبعا غصب عن الواحد ان هو بينزل فيه شيء من المعازف وكده، فده غصب عن الواحد طبعا، لان في برامج اللي هي زي برامج اللي هي بتعمل فيديوهات اللي هي المونتاج، فبتضطر ان انت اصلا طبعا بتشتغل على المونتاج بحيث ان هو ده الموجود. دي حاجة. وانا بحاول ان انا ادخل المحتوى بتاعي تاني على اساس ان انا ابدل الصوت باحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم، وهذا لا يعيب اي حد، انما ده شرف ويزين اي انسان يحمل القرآن. واشكر الجميع واشكر كل متابعيني واشكر كل اللي بيشترك في قناتي. وانا بعمل المحتوى دون تسويق وطبعا تشطيب وديكور وكده ومباني. وإن شاء الله بإذن الله يعني أي تعليق أنا أتشرف بالجميع وأقبل أي نقد. بس طبعا الأخ جزاه الله خير بيقول: هل يصح أو إن الإنسان يجذب العملاء بالقرآن؟ طبعا طبعا طبعا، لأن القرآن ده بركة من عند الله سبحانه وتعالى وكلام الله سبحانه وتعالى، فشيء يشرف أي إنسان إنه يكون حامل لكتاب الله سبحانه وتعالى ويتعامل بالقرآن وسنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خير، وإن شاء الله منتظر منكم أي تعليق. وأنا إن شاء الله بإذن الله كنت قدمت حلقتين على اللي هو العمارة بين الماضي والحاضر. فطبعا أنا في الحلقتين اللي فاتوا أنا اضطريت إن أنا أرجع للماضي خالص، اللي هو في عهد سيدنا آدم عليه السلام. وكنت رجعت طبعا على أساس إن العمارة
مش حديثة، يعني مش شيء حديث، إنما العمارة من أول خليقة، من أول آدم عليه السلام إلى الآن. فإن شاء الله بإذن الله اللي طبعا أنا ما لقيتش يعني ما شدش انتباه الإخوة الأفاضل اللي معايا. فاللي عايز أكمل الحلقات عن العمارة ما بين الماضي والحاضر، وبالنسبة للماتيريال اللي هتستخدم بالنسبة لمجال التشطيب أو كده برضو هتكون موجودة، نوع الماتيريال والمصدر بتاعها وكل الماتيريال. طبعا الخامات اللي هي بتستخدم عندنا في مجال الديكور والتشطيبات وكده. ف وطبعا هبين ان شاء الله باذن الله عيوب اي خامه وميزه اي خامه. فان شاء الله باذن الله اللي يحب اكمل يبلغني ان شاء الله باذن الله في التعليق ويقول لي كمل، على اساس ان انا ان شاء الله باذن الله ابتدي ان انا اخش تاني ان شاء الله باذن الله، ابتدي ان انا اقدم الحلقات. وبرضو ان شاء الله باذن الله انا برضو عندي جروب على الفيسبوك اسمه شغل اخوك المصري، فاحنا عايزين نتعاون كلنا ان شاء الله باذن الله، ان نكون في ان شاء الله باذن الله نتكاتف كلنا في الظروف اللي احنا فيها، ان نكون في يعني ان شاء الله باذن الله كله بجهده وعمله. طبعا ده الله سبحانه وتعالى له الجزاء الخير. ان شاء الله باذن الله يكون في ان شاء الله باذن الله اللي عايز اللي عنده عمل ويبلغنا يقول ان شاء الله باذن الله ان انا عندي عمل كذا ومحتاج كذا يعني. واللي طالب عمل برضو ان شاء الله باذن الله يقول انا شغلي كذا. وإن شاء الله ربنا يكرمنا بإذن الله إن نوجد شغل لينا وللجميع إن شاء الله بإذن الله، ويكون خير على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى بلدنا. فجزاكم الله خير، وأتابع معاكم إن شاء الله بإذن الله في التعليقات. وشكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.